مودة ورحمة واستقرار. لا أنا معيش فلوس ومش هديك فلوس، وبعد أيام أمي جوزها ماتت، والسبب إيه؟ طيب لما نيجي يعني إيه مودة ويعني إيه رحمة بين الزوجين؟ يعني إيه جفاء بين الزوجين؟ ويعني إيه جفاء زوجي؟ كل ده هنتعرف عليه. مودة ورحمة. القرآن لما وصف الزوج والزوجة قال هن لباس لكم، واللباس يا اخوانا وانتم لباس لهن. واللباس يا اخوانا اللي هو بيستر الانسان بالداخل، اللي هو فوق العوره. فلذلك لازم يكون بين الزوجين موده ورحمه وحنان وعطف وحنيه. فلذلك لما نيجي نتكلم عن يعني ايه موده ويعني ايه رحمه، هنعرف ان الزوج والزوجه الاثنين شخص واحد. اقرب حد للزوج مراته، وأقرب حد للست جوزها. فلذلك الإنسان لما يجي بيتعامل مع أخته في حدود في التعامل مع أخته. زي ما قلنا في حدود في التعامل مع أخته، ما ينفعش يخش عليها وهي من غير هدوم. في أوقات ما ينفعش إن هو يطرق عليها الباب. إنما الزوج يرى زوجته بكل الأحوال، وكذلك الزوجة. لو الإنسان لو راجل جاي يغتسل، وأنا متعمد الكلام اللي أنا بقوله، لو الإنسان جاي يغتسل ما ينفعش أخته تخش عليه تديله لبس بس. ينفع مراته أصلا تقف معاه، وينفع هو ومراته يغتسلوا من إناء واحد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأمنا عائشة من إناء واحد صلى الله عليه وسلم. المودة والرحمة إن هي تحس إن هو السند وهو يحس ان هي السكن. المودة والرحمة اسألوا عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانوا يتسابقان. سيدنا النبي كان ياخد أمنا عائشة والاثنين يسابقوا بعض، حتى إن النبي جاء في مرة غلب عائشة قال يا عائشة هذه بتلك، يعني أنت غلبتيني مرة وأنا غلبتك مرة، إحنا كده خالصين. المودة والرحمة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدلل النساء. المودة والرحمة إن أنت خليك سند لمراتك. المودة والرحمة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمنا عائشة أن تحضر الطعام له ولأصحابه، تأخرت بالطعام على سيدنا النبي فجت واحدة من نساء سيدنا النبي دخلت بالطعام على سيدنا النبي، فقالت أمنا عائشة قامت وأمسكت الإناء ووضعت الإناء على الأرض بقوة فانكسر الإناء. النبي ما وبخاش، ما أذاهاش، ما زعلهاش. قال هن لباس لكم، عفوا قال غارت أمكم ووضع يده على كتف السيدة خديجة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما ننتقل بقى للمودة والرحمة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة. سيدة خديجة واست النبي ووقفت مع النبي بنفسها وبمالها، ساندت النبي بفلوسها وساندت النبي بمجهودها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش أبدا ينسى أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلذلك هنتحدث عن موقف لما النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا فنادت عليه امرأة عجوز، فأسرع النبي إلى هذه المرأة وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ووضع قميصه على الأرض وأجلس المرأة العجوز. سيدة عائشة واقفة من بعيد بتشوف جوزها اللي هو سيدنا النبي بيخلع قميصه، بيخلع عباءته، وبيقعد الست العجوزة كان يضحك طارة ويبتسم طارة. فبعد شوية المرأة العجوز قامت مشيت. سيدة عائشة نادت على رسول الله يا رسول الله ما هذه المرأة؟ قال إنها صاحبة خديجة. قالت يا رسول الله كنت تبتسم تارة وتبكي تارة. قال كانت تحدثني عن مرض خديجة فأبكي، وكانت تحدثني عن أيامي مع خديجة فأبتسم. فالسيدة عائشة غلط وقالت خديجة أما لديك غير خديجة؟ لقد أبدلك الله خيرا منها، وشرع لنفسها. فقال النبي لا والله يا عائشة
ما أبدلني الله خيرا منها، فوقفت بجانبي في وقت خذلني الناس، كانت معي بنفسها وبماله إذ تخلى عني الناس. أبدا ما حدش هيسوي نفسه بخديجة أبدا. فلذلك يعني الرحمة ومن المودة من السيدة عائشة كانت دايما تقعد مع نساء سيدنا النبي، ومن ضمنهم السيدة فاطمة الزهراء كانت تقول لهم: أنا الوحيد الذي تزوجني رسول الله بكرا، أنا الوحيد اللي النبي اتجوزني وأنا بكر. فالسيدة فاطمة أسرعت إلى أبيها: يا أبي، لقد تقول عائشة أنني أنا الوحيد التي تزوجني أبي بكرا. قال النبي: يا فاطمة، إن حدثتك قولي لها وأمي الوحيدة التي تزوجت رسول الله بكر. شاهد في هذا في مودة يا إخواننا وفي رحمة بين الزوجين. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لازم الراجل يسند مراته، ولازم الزوجة تسند جوزها، ولازم الاتنين يتحملوا بعض. اسمعي، اوعى جوزك يقع في محنة وما تقفش جنبيه. وانت اسمع، اوعى مراتك تقع في محنة ما تلاقيش جنبيها. الراجل لو تعب واصيب بالمرض او الفقر او لازم يلاقي اول سند مراته. فلذلك سمعنا عن شاب عمل حادثة، وبعد ما عمل حادثة دخل المستشفى، فالدكتور قال ده لازم رجليه تتقطع. فلما قال لازم رجليه تتقطع، أول حاجة عملتها مراته إيه؟ قالت: هو أنا هعيش مع راجل مقطوع القدم؟ خرجت وهي تقول له: أنا أطلب منك الطلاق، طلقني، مش هعيش معاه، هتبقى عايش معيوب، هعيش أنا مع واحد معيوب ليه؟ وخذلته. بعد ساعات المستشفى استدعت استشاري كبير جدا يشوف قدم الشاب. فلما شاف القدم قال لهم: لا، دي مش هتتقطع، ده هو بس عايز شويه علاج، وعلاج طبيعي وشويه علاج، وان شاء الله يتحسن، رجله مش هتتقطع خالص. والدكتور قرر ان رجل هذا المريض او هذا الشاب مش هتتقطع. راحت الزوجه سمعت ان رجليه مش هتتقطع، فرجع ليها قال لها ايه؟ قالت له: انا اسفه سامحني. قال لها: سامح مين؟ ورمى عليها اليمين الطلاق. الخذلان ما بيتمسش ابدا. فلذلك اوعي تخذل جوزك، وانت اوعي تخذل مراتك. خلي بالك ان الانسان لما بيقع في محنه بتبدا كلمات بتحفر مش في دماغه، ده في قلبه، ما بتتنسيش ابدا. الانسان لما يقع في ضيق ما بينساش اللي سنده وما بينساش اللي خذله. فاوعى يوصل بينك وبين مراتك الامر ان هي ما تنساش ليك حاجه انت خذلتها فيها، وانت اوعي تعملي مع جوزك حاجه ما يقدرش ينساها ليكي ابدا. فلذلك ست بتحكي عن نفسها وبتقول: طبعا احنا كلنا عارفين ان الذهب اللي الراجل بيتجوز بذهب ملك الزوجه. فشاب كان متجوز وكان امه اصيبت بالمرض، وهو كان شاب فقير جدا. بعد شويه اصيبت امه بمرض، والدكتور قال له: لو امك ما عملتش العمليه في اسرع وقت امك هتموت. فالشاب بدا يرجع الذاكره: طيب انا عايز فلوس قد ايه؟ عايز كذا، طب هجيب الفلوس دي منين؟ يعيش فلوس. فاول حد يفكر يطرق بابه مين؟ زوجته، معاها ذهب، ولا شك ابدا ان الذهب ملك الزوجه ولها كامل التصرف، بس الخذلان وحش. ذهب مسرعا الى زوجه. بالله المصريه: امي مريضه وهتعمل عمليه وانا معيش فلوس، فانا بس هاخد الذهب بتاعك هبيعه واعمل لهم العمليه، وبعد ما تقوم بالسلامه ربنا يكرمني ان شاء الله وهجيب لك ذهبك تاني، بدل ما استلف وانا مش هلاقي حد يستلف مني. كانت المفاجاه ان الزوجه راحت شاورت امها: طب انا هرد عليك بكره. اتصلت بامها وشاورت امها، وامها قالت لها: اوعى تدي الذهب لجوزك،
ده حقك. تاني يوم الزوج الدهب فين عشان اروح ابيعه واعالج امي؟ قالت له انا اسفه، الدهب ملكي وانا مش هبيعه عشان امك. الزوج اصيب بالاندهاش اللي بيحصل. هو الدهب ماشي ملك مراتي، بس مراتي انا مش تقف جنبيها. فخرج من شقته مخزولا، طلع من بيته مخزول وحزين، محوش فلوس. وبدأ يطرق الابواب، يروح لصاحبه يسلك منه، صاحبه معهوش، يروح لقريبه معهوش. الزوجه تيجي بالليل وتنام وهو جنبيها ما بينامش. ما هو احساس العجز قاتل بالذات للرجاله. هو سيدنا النبي مش قال اللهم انني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال؟ ما هو قهر الرجال بيموت. فبدأت هي تنام وترتاح وهو مش قادر لا ينام ولا قادر يرتاح ومش عارف يعمل ايه. مش عايز يضغط على مراته وياخد منها الدهب عنوة ويعمل لأمه العملية بفلوس، مش حقه، مش عارف يعمل ايه. بعد أيام انتقلت أمه إلى خالقها، ماتت. بس شاب أمه ماتت وهو في اعتقاده مراتي خذلتني وأنا خذلت أمي، بس أنا خذلت أمي عشان معيش. أمي كانت محتاجة عملية واقفة على فلوس وأنا خذلتها، بس هي عارفة إن أنا معيش. فخذلان أمي له عذر كبير، أما خذلان الزوجة لزوجها ليس له عذر، كانت معاها. وبدأ الزوج يتعامل معها بغير طيب نفس، بدأ يتعامل معاها مجبر. بدأت إن هو كان بيخش يهزر ويضحك ويتكلم ويمزح و في اليد كان بيخش يلتزم الصمت، عايز كذا خدي، عايزة كذا خدي، وانتهى الأمر، مفيش تعامل بينهم خالص. وحصل بينهم خلاف قلبي وجفاء زوجي. بدأ الموضوع إن هم يبعدوا عن بعض. بعد أشهر أو عام أمها أصيبت بنفس المرض. لا إله إلا الله. أم الزوجة أصيبت بنفس المرض. فلما أصيبت بنفس المرض محتاجة تعمل نفس العملية. فلما كانت محتاجة تعمل نفس العملية أمها معهاش فلوس وأخوها معهوش فلوس، ومرات أخوها ما رضتش تدي لأخوها الذهب. طب هي تعمل إيه؟ قالت لأمها لا، أنا اللي هبيع لك الذهب. وبعد ما أم الشاب بأيام بدأ الشغل يزيد وبدأ يبقى معاه فلوس، فراحت تستأذن جوزها إن هي تبيع الذهب وتدي لأمها الفلوس عشان تعمل لأمها العملية. بجاح. بس رايحة لجوزها وهي معتقدة ومتأكدة جوزها يقول لها مش هنبيع الذهب، متأكدة كده وعندها يقين بكده جوزها مش هيوافق. فلما راحت قالت له أمي أصيبت بالمرض اللي أمك ماتت بيه وأنا خايفة أمي تموت زي أمك ما ماتت، أنا بستأذنك هبيع الذهب وهعالج أمي. فقال لها ماشي بيعيه، حتى اللي أنا ليا فيه أنا متنازل عنه، أنا جبت لك حاجات هدية فيه أنا متنازل عنه على روح أمي. فالزوجة نظرت إلى زوجها باندهاش، إيه اللي حصل؟ أنت موافق إن أنا أبيع الذهب؟ قال أيوه موافق. اتصلت بأمها ده جوزي موافق. الأم في اندهاش وهي في اندهاش. الشاب فضل لحد ما أم مراته عملت العملية وبالتليفون اطمن أمي طلعت من العمليات تمام، طب ألف سلامة عليها تعالي لي عشان عايزك. سابت أمها وراحت رايحة لجوزها خير. قال لها للأسف أنا مش قادر أعيش معاكي بعد ما أنت خذلتيني، أنا مش قادر أتعامل معاكي بعد ما أنت خذلتيني، أنا قلبي مش قادر أسامحك وأنا مش عارف أسامحك ومش هقدر أتعامل معاكي.
فزي ما ربنا أمرنا إما معاملة بإحسان أو إما التفرقة، ورقة طلاقك هاي ولك كل مستحقاتك، بس أنا مش هقدر أعيش معاكي ومش هقدر أتعايش معاكي، وشكرا على كل يوم عشته معاكي، وكل حقوقك هتاخديها على داير مليين. هي خسرت كتير جدا لأن هي خسرت زوجها وجوزها ما قدرش يتحمل. فاحذري. كان معكم الداعية الأزهري أحمد الزعفاني، والسلام عليكم ورحمة الله.